الو. ايه يا ام شيماء، عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ ايه ليس والزنبليطه اللي انت عاملاها على الفيسبوك دي يا ام شيماء، وحاطه لي عماله تلمحي وتلقحي، ولا انا عارفه انت عماله تقولي ايه واخيرا ومش ايه ابو شيماء الله يرحمه اتجوز عليكي ولا ايه؟ ما اتجوزتي؟ امال ايه يا ام شيماء، هيلغوا التقييمات؟ مش هيلغوها؟ طب امالك فرحانه كده؟ ما انا مش فاهماكي بقى. اجازه نص السنه جت يا ام شيماء؟ جت؟ طب امال ايه؟ طيب يا ام شيماء عماله تقولي لي وتكتبي لي في حاجات وانا مش فاهمه منك حاجه. فرحانه ليه؟ خير؟ الشيف براك ماله؟ الشيف براك هياخدك يحشيك يا ام شيماء ورق عنب ولا ايه؟ مش فاهمه. ما هيكتب لك نص ورثه؟ طب امال فيها ايه يا وليه؟ هيحشي ابو شيماء طيب ورق عنب؟ ما انا فاهميني يا وليه في ايه؟ طيب فتح في مصر؟ الف بركه يا ام شيماء. وانتوا ايه الفرحه اللي انت فيها؟ طيب انت بالك انت ومال الشيف براك؟ انت تروح فين يا ام شيماء؟ ريح لما ينفخك. ام شيماء انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ اخر مره يا ام شيماء كنا من على عربيه كبده على بركه الله طلبنا سجق يا ام شيماء، قعدتي 3 ايام ما تاكليش العيال. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في ايه يا وليه الهيافه اللي انت فيها ده؟ هي هتروحي؟ طب روحي. هتروحي ازاي بقى ان شاء الله؟ هتبيعي كليه ابو شيماء الله يرحمه ولا ايه؟ عاملة جمعية مع أم عبير. طب الجمعية دي مش هيمقدع 20,000 يعني كله على بعضه؟ يعني هتروح تعملي بقى عند الشيف براك ده؟ انت تجيبي ازازتين مية وترجعي. هتروح انت والعيال وابو شيماء والعيال والكل لا ولا يكفوكم يا ام شيماء. انت بس تعدي من على البوابات بتاعته خلاص واخد منك 20,000. استهدي بالله يا ام شيماء، استهدي بالله يا ام شيماء. قومي شغلي للعيال سي بي سي سفره، شوفي لك اي وصفتين تعلميهم، وفي الاخر هتقومي تعملي للعيال رز وبسله وفاصوليا. انا عارفاك وانا مش عارفاكي. ماشي يا ام شيماء، بطلي هافه يا حبيبتي. الشيف براك ايه يا حبيبتي؟ مش احنا يا حبيبتي، ده الشيف براك مش جاي لينا، مش جاي ليا وانا مش لينا. فما تتخليش خيالك بقى يسرح بعيد وياخدك بعيد. قومي يا حبيبتي كده اتصلي بقى اللي على كشري التحرير، ولا حتى غيري كمان بقى ب 45 جنيه ما تجيبهوش. اعمليه في البيت يا ام شيماء وتبطي. ماشي يا ام شيماء. بالك انت يا ام شيماء، انا في واحد اعرفه لو عرف ان انت رايح عند الشيف براك وهتجيبي الاكل بالاسعار دي كلها الصبح هيغلي البنات. فانتوا ما تقعديش بقى تتمنظري بقى عشان احنا مش ناقصين. هيشيلك من بطاقه التموين لو عرف. لا ده واحد انت ما تعرفوش. يلا يا مع السلامه. مش شيماء انت رغايه قوي. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اشفي ابن عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهلينا في غزة والسودان ولبنان وسوريا والعراق. انصر اخواتنا واهلينا في كل زمان ومكان، واجعل يا رب مصر دايما بلد الأمن والأمان والاستقرار. واللي عايز يعمل مطعم يجي عندنا. يا جماعة امال ايه؟ الله اكبر يعني. هوجة وهيصة وزنبليطة والناس قايمة ما قاعدة علشان خاطر الشيف براك فتح. هوب لقيت كل المتسولين بتوع السوشيال ميديا فيما يسموا نفسهم فود بلوجر. انا مش عارفه يعني فود بلوجر، يعني واحد يروح يقيم لي الاكل علشان انا اروح ادوق، او عشان انا اروح انا ما يعني القصه دي انا مش فاهماها ومش بلعاها. شغلانه اللي ماله شغلانه، بس مش المهم كله عمال يصور عند الشيف براك وتعالوا يا جماعه والاكل واو والدنيا جميله بقى أنا يعني اقصى حاجه هنا عندنا في الاسعار انت ممكن تشوفها مثلا في الحاجات اللي هي تعتبر يعني الى حد ما شعبيه. يعني مش شعبيه، الاكل اللي هو ايه، مش اللي متصنف فئات، اللي هو حجوجه مالها حجوجه الجميله ده هي. فلقيت لك بقى كل الفود جرارات درهما عمال يقول لك وتعالوا الشيف براك ولازم التجربه. ولا انا قاعده بقى اتفرج. يلا بقى الشيف براك يمكن عامل مثلا شندوتشين مثلا وعليهم شندوتش هديه ب 70 جنيه، حلو نروح. عامل لك مثلا طاجن اللحمه بالفريك ب 300 جنيه، في نص كيلو لحمه، حلو برضك نروح، مش مشكل يعني. الواحد يبر نفسه هو والعيال. قاعده بقى استنى عشان اشوف بقى الفقره بتاعت المنيو. خلينا احطه لكم هنا المنيو بالترجمه بقى، انا ترجمته لكم كمان يا جماعه. وشوفوا الشيف براك وجمال الشيف براك واكل الشيف براك. واحد من اللي هم بيعملوا يعني الفود بلوجرات يعني والكلام ده، هم عامل لك ومصور الفاتوره بتاعته. شفت الفيديو بتاعه ما شاء الله، عامل له 5 مليون في كام ساعه. هو جاب حق الفاتوره خلاص. حضرتك انت هتتفرج ريقك يجري، هتروح عند الشيف براك ازازه الميه مش هتعرف تشرب.
بس هو الحمد لله راح عمل فيديو واسترزق وكل وشرب وما اعرفش ايه وصور والدنيا زي الفل معاه. عمل الفاتوره بتاعته زي ما انت ما شايف كده 14281. هي الفاتوره طبعا بالانجليزي عشان ما حدش يقول لي مش عارفه، بس دي ايه اللي مترجمه، الفاتوره نازله الناس ترجموها. المهم بقى خد عندك 2 ازايز ميه صغيره بسعر 40 جنيه. ازازه الميه الواحده ب 40 جنيه. مش عارفه دي ميه ايه الصراحه. اكيد دي الميه الحمراء اللي بيحطوها للعربيات، اكيد اللي بتخلي الموتور مش عارفه ايه. واحد طبق مقبلات ميكس ب 550 جنيه. هتقول لي ايه طبق مقبلات الميكس ده؟ اقول لك يا انت ما شفتش، انا شفته 5 بتوع قد كده، هو قد كده يعني ما يكفوكش تغمس لقمه. ايش واحد فيه سلطه حمص، مش عارفه الحمص برضو اللي يبقى 500 جنيه، انا مش عارفه ده ايه. وواحد طبعا فيه ابو غنوج. قال لك بابا غنوج الطاجن بتاعه قد كده ده مش عارفه ب 150 جنيه، هم الخمسه يعني ب 550. قال بابا غنوج كمان ده بابا المجال ده ولا ايه يا عم؟ المهم واحد طاجن حمص باللحمه صغير كده، شويه حمص مهروسين وعليهم من فوق كده مطرطشين كده لحمه مفرومه. ده بقى يا عم الحاج ب 395 جنيه. تمام. عندك بقى 4 كفته مقليه اللي هي عاملين كوبيبه. هو طلب واحده، فكر ان القطعه قطعه الكبابه، اللي انا بعمل هنا بفرم كيلو لحمه عليه نص كيلو برغل واحشيه بنص كيلو لحمه تاني، بعمل لهم كبابه تعيش معاهم من رمضان لرمضان، يعني بتطلع الحبه التانيين يطلعوا يسحروا بيهم رمضان اللي هو القادم ان شاء الله. 140 جنيه الكوبايه الواحده. هو بقى طلب واحده يعني عشان يدوقها بقى، ما هو راح يعمل فيديو يسترزق على قفاك، فهو جابوا له 4 وقع في شر اعمال. عندك بقى وحدة كوباية ووحدة كوباية ووحدة كوباية ووحدة كوباية، 4 كوبايات ب 560 جنيه. واحد خبز بقى مش عارفة خبز ده مع ايه يعني، المهم يعني ب 475 جنيه. واحد طاجن مفاجأة، بيقول لك الطاجن المفاجأة ده ما نزلوش، وقعدوا يتخانقوا لا انا نزلته لك لا ما نزلتوليش. المهم ايه هم محاسبينه عليه طاجن المفاجأة ب 1500 جنيه. انا اتفاجئت، انا برضو انا اتفاجئت ايه 1500 جنيه ده هو. الا بقى لو هلاقي مثلا الشيف وراك لما اتخانق مع ابوه عشان الورث فخد دراعه حطه في الطاجن ده، بقى طاجن مثلا ابو الشيف وراك زي طاجن بابا غنوج. ما هو بابا غنوج ده اكيد برضو كان اب عامل في عياله اي حوارات خدوه طبخوه بابا غنوج، فده اكيد طاجن ورك مثلا ابو الشيف وراك بقى ودنه يعني عشان يبقى طاجن ب 1500 جنيه. ما انا مش فاهمه برضك. طاجن بقى تاني، هو مش طاجن سيرفيس كده، في برضو بابا غنوج ومع لحمه، اسمه طاجن علي نازق. يعني هو علي ونازق في نفس الوقت، مع ان نازق دي كانت ست في مسلسل ليالي الحلميه. الست صفيه العمري كان اسمها نازق السلحدار. فهو علي نازق، طاجن علي نازق ده بقى بكام؟ ب 950 جنيه. ما هو يعني ما هو علي نازق ده اكيد رتبه عشان شويه السيرفيس بتاعه. بابا غنوج ده هو يبقى ب 900 او اكيد ماسك حاجه في تركيا، اكيد طبعا. خد بقى عندك طاجن لحمه بقري على طريقه ببلين، مش عارفه مين ببلين ده، المهم 1950. حلو. واحد تريليتشي ماشي ولا ايه ده؟ لا ده مش تريليتشي، ده ثانيه واحده يا جماعه، تريليتس، مش عارفه ايه تريليتس. المهم التريليز ده انا مش عارفه هو ايه ب 325. واحد ابيزا مش عارفه برضو ايه الابيزا ده هي ب 325 برضك. واحد مانجا كان معاه مانجا كده بياكلها بتاع كده في كوبايه زي اللي احنا بنعملها كنافه بالمانجا ب 320 جنيه. واحد بلاف برد مع الدجاج برد هو دي اكيد تعويذه لصرف الجن. المهم ان هي بتاعه كده عجينه جواها رز فيها 5 دبابيس فراخ. هم 5 دبابيس، مش 5 فرخات مثلا او 5 وريكه او هو لا 5 دبابيس، دبوس 5 دبابيس. بكام بقى يا عم الحاج؟ لا اله الا الله، ده كمان ب 1900. لا في واحد حاجه ثواني. بلاف بقى ده البرد مع الدجاج ب 1900 جنيه. انا مش عارفه برضه ده دجاج ايه ده؟ دجاج مثلا من السلك الدبلوماسي ولا الفرخه كانت كملها يعني، جايبهم مثلا معاهم من تركيا، هم اتراك. انا عارفه طبعا ان الحياه في تركيا غاليه، بس خلاص بقى اكيد الفرخه هتيجي هنا تعيش عيشتها في مصر زي الراجل اللي جوز ايطاليه، بسم الله ما شاء الله بقت مصريه اكتر مننا.
ما عنديش مبرر ان الخمس دبابيس فراخ ب 1900 جنيه، هم لو هم شغالين مثلا في المطار، شغالين في سفاره، ماسكين حاجه، ده مبرري يعني. طبعا الضنا غالي وكل حاجه، بس مش للدرجه. خد بقى عندك 2 شاي، 2 كوبايتين شاي. الكوبايه ب 90 جنيه، كانت كوبايه شاي اللي هي الاستكانه دي، خطوطه دهين خالص. يعني الاكل اللي مطلوب ده الفردين، هتقول لي عرفتي منين؟ اقول لك طالبين ازازتين ميه، ها، وطالبين 2 شاي. على فكره انا لما بروح مطعم حضرتك وهو ينزل لي ميه، ازازه ميه واحده اللي باخدها، ها، الازازه منزل ازازه كبيره اخد ازازه واحده، نزل ازازه صغيره يقعد يحط لنا على قدنا كلهم ازازتين. ليه؟ علشان هم حراميين بيخلوا في الميه اوفر، فده نشرب على قد ما احنا نشرب، ونبقى ننزل بقى نجيب ميه من تحت هندفع، لكن يجي حد يستقرضنا في الميه؟ لا ابدا. فانت رايح تجيب لي ازازتين ميه، الازازه ب 40 جنيه، ورايح تجيب لي 2 شاي، ازازه كوبايه الشاي ب 90 جنيه، يعني 180 جنيه شاي. 180 جنيه شاي ده انت تجيب بيهم كيلو شاي، تقعد تشرب انت والعيله كلها، تعمل بقى لامك وابوك واخواتك، وتعزم اخواتك، وتقعدوا بقى تحلوا ازمه دي بقى. عارف الفاتوره اللي انت عاملها ب 14200 و800 دهيا، احنا اللي هندفعها، احنا اللي هندفعها. ده في ناس قاعده اول لما تلاقي الشعب بيعمل اي حاجه، بيلعب في اي حاجه في الاسعار، يقول لك زود لي بني معاهم فلوس يتغدوا. انت اتغديت انت وصاحبك ب 14000. المهم نيجي بقى، طلب بقى شريحه بقلاوه بكام بقى؟ ب 320 جنيه، لا ثانيه واحده، ب 400. 475 جنيه شريحه البقلاوه، 475 جنيه. ايه اللي بيقول لك بقى ايه دي؟ ثنائيه، فاتوره ثنائيه يعني الاثنين، بسم الله ما شاء الله. الفاتورة بقى عملت 11185. عندك 1300 جنيه رسوم خدمة، عندك 1700 جنيه ضريبة قيمة مضافة. طب اقسم بالله احسن تستاهل. والناس قاعدة بقى ايه ده، والشيف وراك وفاتورة الشيف وراك ومش جماعة الناس دي بتروح تسترزق، الناس اللي زي دي بتروح تسترزق، بيروحوا يعملوا الشو، ياخدوا اللقطة، يروح المطعم بتاع الشيف وراك، المغفلين يدخلوا يتفرجوا زي ما عملنا كلنا. الفيديو جاب له 5 مليون، 5 مليون ما يجيبلوش $1000، يجيب له $1000. الفيسبوك تعبان شوية في العائد بتاعه، بس فيديو 5 مليون لا يجيب له $1000. يعني لو نقول المليون هيدور عن $1,200,000، هو من أول ما أنت ما تبدأ تعدي المليون بيبدأ شوية يعني يديك. قول ال5 مليون جاب له $1000، أهو جاب حق الفاتورة حلوة أوي زي الفل، وراح كل أكل ببلاش وأنت قعدت تتفرج. لا تقعدوا تتحسروا، ولا تقعد تقول أصل الشيف براك ده مش لينا، ولا الشيف براك ده مش ما علينا. عندك مطاعم مصريه، وسيبك من المطاعم المصريه، اقسم بالله قنوات الطبخ والكلام ده كله، اتفرجوا على الاجانب، اتفرجوا على الناس اللي بتعمل طبخ كويس، ما بتقعدش تعك، هتعمل لعيالك احسن اكل. لا تقعدوا تقولوا بقى يعني الشيف براك فتح في تركيا واحنا مش هنعرف نروح له، والشيف براك فتح في مصر واحنا مش والله العظيم يا جماعه كان عندي كده حد كده يعني قريبي، كانت دايما تقول لك ايه، والله العظيم كانت ست كبيره كده طيبه الله يرحمها حبيبه قلبي. فكانت دايما تقول لك ايه، كل اي حاجه بطنك كده كده ما بتشكرش. انت كلت اديتها ديك رومي زي اديتها بطاطسيه زي اديتها لقمه عيش ناشف، البطن ما بتشكرش. فما تقعدوش بقى تلوموا نفسكم، اصل الشيك يا جماعه اللقمه الحاف وهنا رايق، والله العظيم بالدنيا وما فيها.